الفنانة الجميلة شويكار حبها جدا الفنان فؤاد المهندس واتجوزوا. وفؤاد المهندس كان نفسه يكون عندهم أطفال، لكن شويكار رفضت. وقتها شويكار كان عندها بنت من راجل تاني، وبرضه فؤاد المهندس كان عنده أولاد من واحدة تانية، ولد اسمه أحمد وولد اسمه محمد. ولما طلب منها فؤاد المهندس إن هما يخلفوا، قالت له لأ، مش هخلف منك. وقالت له لو خلفت منك طفل هنحبه أكتر من بنتي ومن أولادك، وأنا ما عنديش استعداد أحب حد أكتر من بنتي، وإنت وولادك في عينيا، ومنا بنتي ومحمد وأحمد أولادك هيبقوا إخوات. في البداية فؤاد المهندس زعل من شويكار، لكن بعد كده تفهم وجهة نظرها وتخطى المشكلة دي. وفي خلال لقاء قديم للفنان فؤاد المهندس قال إنه حب الفنانة شويكار واتجوزها دون معرفة زوجته الأولى وأم ولاده. وقال أم الولاد كانت في اسكندرية، وأنا كنت رايح أجيبها، وكنت وقتها متجوز شويكار، وإحنا ماشيين قلت لها عايز أقولك خبر. قالت لي قول. رحت بلغتها إن أنا اتجوزت شويكار. سكتت خالص، وحسيت إنها بتعيط من جواها، ويقال إن سبب تعبها من تحت راسي أنا. وبعدها بكى الأستاذ فؤاد المهندس وكمل كلامه وقال كانت ست عظيمة جدا وطيبة قوي، وفضلت أرعيها لحد ما توفت، واستمر جوازي بشويكار لحد ما انفصلنا. أما عن سبب انفصاله بالفنانة شويكار فقال لما فاض الكيل وصلنا لحدود خلاص ما ينفعش نكمل. وقتها أنا خرجت من عند بيت شويكار بشنطة هدومي وسبت البيت بدون رجعة، وكان لازم يحصل كده. وبرضه يقال إن الفنان فؤاد المهندس اتخانق خناقة كبيرة مع الفنانة شويكار، واتطلقوا سنة 1980. وبسبب جوازهم من بعض قدموا أعمال فنية كتير، وارتفعت أجور الاتنين. الفنان فؤاد المهندس بقى ياخد 3000 جنيه، والفنانة شويكار وصل أجرها ل1500 جنيه، بعد ما كان في الأول كل واحد منهم كان بياخد 1000 جنيه.